السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة قوي، بس الناس القلابيز ما ياكلوهاش كتير، يعني فاهمة؟ كليها كده يعني كل حين ومين، بس طبعا اعمليها لولادك لانها مغذية قوي. بصوا حبايب قلبي، انا طريقتي في برام الرز مختلفة شوية. بعمل حاجة غريبة قوي. انا هنا معايا 3 كوبايات رز، حطيت مادة دهنية وحطيت حبة زبدة حلوين كده، وحطيت فلفل اسمر. انا بحب طعم الفلفل الاسمر جدا في الاكل. حتى انتوا هتلاحظوا ان انا حاطه حبة حلوين على كمية ال3 كوبايات رز. انا بقلب الرز من فوق، بديله كده اكننا هعمله بشعريه، فاهمين؟ بحمره كده شويه، بشربه من كل الزبده اللي هي انا حطيتها، وحطيت ملح في نفس الوقت ده. انا حاطه البرام في الفرن بسخنه. الفكره اللي انا بقولها لكم دي هتفيد الناس اللي الافران بتاعتها مش احسن حاجه زي حالاتي كده. فضلت اقلب فيه، وفي نفس الوقت البرام في الفرن. حتى انا هطلعه هدهنه برضو بماده دهنيه. مش عايزه حد يضحك على البرام يا جماعه، لان البرام ده من عند اهل جوزي من البلد، وهو بيحب قوي ياكل فيه برام الرز. انا عندي برامات جديده، بس هو بيحب بقى البرام اللي من بيت العيله. انا دهنته. خلصنا تحمير الرز بالفلفل الاسمر ونسبة الملح اللي انا عايزاها، وطبعا حطيت حبة ملح. دقت اللبن، شفته مناسب للطعم ولا؟ انتي بتظبطي ملحك حسب طريقتك انتي. انا عملت 3 كوبايات، نزلت عليهم كوبايات لبن. 3 كوبايات رز، 6 كوبايات لبن، لان ولادي بيحبوه طري شوية. وبحط اللبن ده على البرام الرز وهو بيغلي. يبقى البرام سخن، مش سخن قوي، يعني تقدري تتحملين انتي تتعاملي معاه. والرز متحمر واللبن سخن، وبأزقيه كل ده. وباخد البرام ده افتح عليه الشوايه الاول لحد ما يعمل طبقه وش، بطفي عليه وبولع النار من تحت. ليه فكرتك يا نشوى ان انتي بتعملي كده؟ علشان اللبن ما يفورش والزبده تفور مع اللبن لو انا حطيته من تحت. حطيت قطعه قشطه حلوه كده زيكم، قشطه جميله كده مقشطه قشطوطه زيكم. حطيتها على وش البرام واستوى، ما خدش وقت معايا طويل، وكان طعمه يجنن. واتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم قوي. واي فكره ببقى ناجحه فيها انا بقدمها لكم. لو حاجه مش كويسه انا بلغي الفيديو لو انا ما نجحتش فيها. فخدي مني وصفاتي بثقه. والسلام عليكم ورحمه